لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة في هذه الأيام، مما يتطلب معرفة وتعيين الحقيقين من أهل العلم بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب. فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وأشرطهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في الملمات والنوازل وأوقات حدوث الفتن؟ الدعوة إلى الله أمر لا بد منه، والدين إنما قام على الدعوة والجهاد، على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع. العلم هو الأصل، العلم النافع هو الأصل، ثم الدعوة ثم الجهاد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته، والعمل الصالح يكون فرعا على العلم النافع، لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين هذا أمر مطلوب، ولكن ما كل يحسن أن يقوم بهذه الوظائف. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم وأهل الرأي الناضج، لا يقوم بها أي واحد من الناس، لأنها أمور ثقيلة وأمور مهمة لا يدخل ويقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها. ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة، وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة فيفسد أكثر مما يصلح، قد يكون متحمسا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إصلاحه. بل ربما يكون ممن ينتسبون إلى الدعوة من لهم أهواء وأغراض يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة. ربما أن بعضهم يريد تضليل الناس والتشويش على أفكار الشباب باسم الدعوة وباسم الغيرة للدين، وهو يقصد خلاف ذلك، يقصد الانحراف بالشباب والانحراف بأفكار الناشئة وتنفير الشباب عن مجتمعهم وعن ولاة أمورهم وعن علمائهم، يأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر، وهذا قصده في الباطن، كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون بالناس الشر في صورة الخير. أضرب لذلك مثلا في أصحاب مسجد الضرار. أصحاب مسجد الضرار بنوا مسجدا في الصورة والظاهر للناس أنه مسجد وعمل صالح، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس به ويقره، ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإضرار بالمسلمين، ويريدون بذلك الضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، ويريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين الذين كانوا يجتمعون في مسجد قباء. فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء وأنزل قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تبين لنا من هذه القصة العظيمة أن ما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح يكون صادقا فيما يفعل، وإنما يقصد من وراء ذلك أمورا أخرى عكس ما يظهر. فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مضللون يريدون انحراف بالشباب، يريدون صرف الناس عن الدين الحق، يريدون تفريق جماعة المسلمين، يريدون الإيقاع في الفتنة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء: لو خرجوا فيكم
ما زادوكم إلا خبالا ولا أوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فليس العبرة بالانتساب أو بما يظهر، بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور وبالأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة. يجب أن ينظر فيهم أين درسوا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأوا وما هي عقيدتهم، وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس، ماذا أنتجوا من الخير وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم. هذا أمر لا بد منه، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء دعاة الفتنة بأنهم قوم يتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم، دعاة سماهم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. علينا أن نتنبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل ما هب ودب وكل من قال أنا أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعو إلى الله. لا بد من النظر في واقع الأمر، ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات. فإن الله سبحانه وتعالى إنما قيد الدعوة إلى الله، دعوة إلى سبيل الله. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دل على أن هناك ناس يدعون إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار، قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الدعاة يجب أن ينظر في شأنهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه الإخلاص، فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل. نعم. ويقول السؤال وما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم؟ أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحلوا بالعلم النافع، وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. يعني الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه، ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم، لا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبة لمن يقتدى بهم في بلادنا ومن تؤخذ أشرطتهم ودروسهم، وهم كثيرون ولله الحمد، معروفون عند الناس لا يجهلهم أحد، لا الحاضرة ولا البادية ولا الكبار ولا الصغار، يعرفون أهل العلم الذين يصدر عن أقوالهم ويقتدى بأفعالهم. هم القائمون بأعمال هذه الأمة من الفتوى والقضاء والتدريس وغير ذلك، الذين عرف عنهم العلم وعرف عنهم التقى والورع. وعلى رأس علمائنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فإنه رجل من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم الغزير والعمل الصالح والدعوة إلى الله والإخلاص والصدق، وما لا يخفى على كل أحد، وهو ولله الحمد صدر عنه خير كثير من الكتابات ومن المؤلفات ومن الأشرطة ومن الدروس. وكذلك العلماء الذين يفتون في برنامج نور على الدرب، هؤلاء أيضا الأمة ولله الحمد تقتنع من فتاواهم وتصدر عن فتاواهم لما جربت عليهم من الفتاوى الصائبة والأقوال النافعة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فضيلة الشيخ محمد
بن صالح العثيمين، أصحاب الفضيلة في القضاة، لأنه لا يشتغل بالقضاء ويثق الناس منه في دمائهم وأموالهم وفروجهم إلا وهم يثقون من علمه وعن القضاة في المحاكم أيضا ممن يوثق بهم، لأن ولي الأمر ائتمنهم والأمة أيضا ائتمنتهم على هذه الأمور. كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح، سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم صبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم. يجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، أن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه